ليلة القدر مع غروب شمس اليوم راح ندخل في أعظم ليالي السنة. أفضل 10 أيام لازم تجتهد فيها، العشر الأواخر مع غروب شمس اليوم راح ندخل فيها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر. أرجوك إذا كنت مقصر في 20 يوم الماضية عفى الله عما سلف. الآن إحنا مقبلين على أيام عظيمة، كل ليلة من هذه الليالي اعتبرها ليلة القدر، لأنه في ليلة حتكون ليلة القدر، ومن حرم خيرها فقد حرم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليلة خير من 1000 شهر، يعني أفضل وأعظم من عبادة 1000 شهر، يعني أكثر من 84 سنة. أرجوك في كل ليلة من هذه الليالي احرص أنك تتصدق لو بمبلغ يسير، احرص أنك تقوم الليل مع الإمام حتى ينصرف، احرص على صلاة الفجر والعشاء تحديدا بالجماعة. يقول عليه الصلاة والسلام من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. أي وقت تجلس فيه في المسجد انوي فيه اعتكاف لله عز وجل. ليه؟ لأنك تأخذ فيه أجر، حتى لو ساعة، حتى لو دقيقة، حتى لو لحظة. إذا جلست من صلاة العشاء إلى التراويح الانتظار هذا انوي فيه اعتكاف، تكسب فيه أجر وقراءة قرآن، يعني عبادة عظيمة. واللي يقدر يعتكف العشر الأواخر كلها فيا حظه. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله واعتكف في المسجد. الله يا رب يبلغنا وإياكم ليلة القدر.